امرأة في سوسة تشد في الصغار في دارها، بلغوا عليها تعملت لها زيارة تفقدية. يلقاو الصغار مكتفين ومهملين، شوية في الفرش وشوية في البوسيت، والكل أعمارهم أقل من 3 سنين كما تشوفوا مكتفين بالحبال. صغار مطيشة ما عندهم حتى ذنب، والبو والأم ما يعرفوش على صغيرهم في شنو يعاني نهار كامل، وهما يجريو ورا الخبزة ويجريو ورا الفلوس. برحمة والديكم ربيو صغاركم وحدكم، كانت نجم وكان ما تنجموش راهو مش لازم تجيبوا صغار ومن بعد تهملوه. وبربي تنبيه كل الأولياء، صغيركم أمانة، بل ما تخليوه عند أي شخص تأكدوا مليح، اسألوا تفقدوا وأرجعوا في أي وقت. دقيقة إهمال تنجم تدمر طفولة كاملة. الصغير مش سلعة والطفولة مش لعبة، وربي يهدي مخلق. جاء في الحديث أنه إذا جاء يوم القيامة فإن الابن يتعلق في رقبة أبيه يرجو أن يتحمل أبوه عنه إثم ما فعل، مدعيا أن أباه قد ضيعه وأنه قد ترك ما أوجب الله عليه. إذن فهذا الابن الذي هو منسوب إليك ثق أنك إن قصرت في حق الله عز وجل في المراقبة والتربية والإحسان فإنه سيكون هو أول متعلق بك يوم القيامة. ولذا فإن المسلم يعلم أن الأبناء هؤلاء إنما هم أمانة من الله عز وجل في ذمته، ويجب عليه أن يؤدي الأمانة بحسن تربيتهم.